مش هتشتروا تاني الناجتس من بره بعد الفيديو ده. هعمل معاكم النهارده ناجتس مقرمشه طعمها كمان خطير وسهله جدا وكمان محشيه بالجبنه. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. هحتاج في الاول 4 شرايح من التوست، وهبدا اني اشيل الاطراف بتاعته. بعد كده هبدا اني احط التوست في الكبه او الخلاط واطحنهم، وهضيف عليهم قطع من صدور الفراخ وشويه من التوابل هكتب لكم ايه هي، وعليهم معلقه كبيره من صويا صوص دي دارك، ممكن كمان ما تضيفوش الصويا زي ما انتم عايزين، ونص معلقه صغيره من الثوم المفروم. وهضرب كل المكونات كلها مع بعض في الكبه. بعد كده هاخد حته صغيره من الفراخ وهعمل فيها حفره كده في النص واضيف فيها الجبنه واقفل عليها، ولازم ندخلها الفريزر لمده ساعه. بعد ما طلعتها من الفريزر هبدا اني احطها في دقيق، وبعدين احطها في البيض وخليط من الكورن فليكس والبقسماط. ممكن كمان نحتفظ بيها في الفريزر وقت ما نعوز. وبدأت نقليها في زيت غزير على درجة حرارة متوسطة. أول ما توصل لون ذهبي كده هطلعها من على النار، وكده الناجتس بتاعتي جاهزة.